السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله. نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. الوصفه تاع اليوم هي غراتا بالشافلور. بسم الله، نروحوا للمقادير وطريقه التحضير مع بعض. هنا عندي راس تاع شافلور بعد ما غسلته وقطعته الى قطع. هنا كيما راكم تشوفوا درتو في الكسكاس، فورته ولكن ما طيبتوش مليح، درتو نص طياب. غير يدخلوا طياب يعني تنحوه، تقدروا تغلوه. ديروا له شويه ملح وغلوه. بنفس الطريقه يعني ما طيبوش مليح. نجيب سكرفاج، نربي كامل هذوك القطع تاع الشافلور. هنا ما طيبوش مليح هكا باه يجيكم ساهل كي تربوه، هذا ما كان. نربي كامل هذيك الكميه اللي عندي، شوفوا على النتيجه اللي تحصلت عليها. بعد ما ربيت كامل الكمية اللي عندي، شوفوا يعني حصلت على كمية لا بأس بها. هنا عندي نص صدر تاع دجاج، انا راني طحنته في الاشوار. تقدروا تستعملوا لا فيون داشي ولا لا دان داشي، اي نوعية تاع اللحوم تكون متواجدة عندكم تقدروا تستعملوها. المهم من الاحسن يعني تستعملوا نفس الكمية نتاع لا فيوند، هي نفس الكمية نتاع الشافلر. عندي كمية من المعدنوس المقطع هكا رقيق، عندي زوج فصوص ولا ثلاثة نتاع الثوم رابيين، حبة تاع بيض كاملة. الملح، هنا ندير كمية تاع الملح على حساب الكمية تاع الحشو اللي عندي. ندير شوية فلفل كحل هكذا ونخلط بيدي. من الأحسن يعني الحشو دايما تخلطوه بيديكم هكذا باه تحسوا بالقوام تاع الحشو. هنا شوفوا بعد ما نخلط هذا الحشو يجي كي شغل شويه جاري، ما نقدروش نكوروه. هذاك الوقت نضيف له كميه تاع لا شابلور اللي هو الخبز اليابس. هنا الخبز اليابس تقدروا تخدموه غير في الدار. بعد ما يبس لكم الخبز يبسوه مليح هكا في الفور، ومن بعد طحنوه في الاشوار تتحصلوا على لا شابلور. شوفوا هنايا الحشو تاعي نقدر نخدم به كرات. نجيب طبق هنا ندير فيه شويه فرينه، نرفد كميه من الحشو، نخدمهم هكذا كويرات صغار ونديرهم مباشره في الفرن. نرمدهم في الفرينه مباشره هكذا. نكمل كامل الحشو تاعي بنفس الطريقه، ومن بعد نروح نقلي هذو الكرات، نقليهم يعني كلت كامل الكميه اللي عندي، نقليهم في زيت ساخن هكذا، نحمرهم من كاع الجوانب. ومن بعد نروحو نخدمو لا بيشاميل. هنا البيشاميل خدمتها لكم اليوم غير بالزيت. ندير 6 مغارف نتوع الزيت، نضيف عليهم 2 مغارف نتوع فرينه. هنا اليوم خدمت لكم هذه البيشاميل باه اللي ما تكونش عندها يعني الزبده صاديبو، يعني الزبده دايما ماشي دايما متواجده في الدار، ولكن الزيت يعني دايما يكون متواجد في الدار. هنا ندير الكسرونه تاعي فوق النار، ونحاول نجيب مغرف تاع لوح، ونحاول نحمص كي الفرينه والزيت، نحمصهم شويه كي شغل هذيك الفرينه باه تطيب وتعطينا بنه شابه للبيشاميل. نجيب كسرونه فيها نص لتر تاع حليب، ونبدا ندير الحليب تاعي على دفعات هكذا، ندير 2 خطرات ولا 3 هكذا باه الفرينه ما ديرناش الكتل وتذوب لنا يعني بالخف. هكذا بعد ما نكمل كامل هذيك النص لتر اللي عندي، نتحصلوا على بيشاميل تكون هكا شويه وشوفوا ما دارت لي فيها لا لي كريم ولا والو. شوفوا انا استغنيت يعني على المغرف تاع الخشب وخدمت بالفوي هكا، ساعدتني بزاف. نتحصل يعني هنايا على بيشاميل بعد ما كملت كامل هذيك النص لتر نتاع الحليب. تشوفوا القوام تاع البيشاميل شويه يعني ثقل لكم، هذاك الوقت ضيفوا كميه تاع الملح وندير شويه فلفل كحل. وإلا عندكم جوز الطيب يعني رابو غير هكا شويه يعني رشه ولا زود، ما تكثروش، تعطي بالنشابه بزاف للبيشاميل. هنا في البلا اللي يدخل للفرن ندير كميه تاع بيشاميل، ندير نصف الكميه. نحاول كيفاه نساوي هذيك الكميه تاع البيشاميل اللي درتها في القاع يعني تاع البلا. ومن بعد ندير هذوك الكرات اللي قليناهم، الكرات تاع الشوفلور، نديرهم هكا نستفهم في الطبق. نحاول يعني كيفاه نستفهم بهذه الطريقه، يعني ما نديرش حبه فوق حبه.
نستفهم هكا يعني حبة حذا حبة باه يجي الطبق تاعنا مرتب، ويجي المنظر تاعو شباب. كملاحظة يعني هذو الكرات اللي درناهم اليوم تاع الشافلور تقدروا ديروا لهم مريقة بيضاء ولا مريقة حمراء تكون بالدجاج ولا باللحم، وتقدموهم هكذا مع لاصوص، تجي يعني طبق راقي وبنين بزاف. هكذا نحاولوا يعني نستفادوا من الوصفات اللي رانا نقدموهم يعني على أكبر نطاق. ومن بعد ما استفنا كامل هذوك الكرات هكذا كيما قلت لكم، ندير كمية نتاع بيشاميل من الفوق. هكذا تحاولوا يعني البيشاميل ديروا قد ما يتغطاو لكم هذوك الكرات. وفي الاخير هنا عندي كمية نتاع جبن المبشور، نديرو هكا طبقة أخيرة باه تعطينا هنا الطبق تاعنا يجي عنده لون ويتقراطينا مليح. ندو البلا تاعنا للفرن مدة يعني 10 دقائق ولا ربع ساعة قد ما يذوب لنا هذاك الفرماج فقط، وتخرجوا الطبق تاعكم. يعني هنا كل حاجة راهي طيبة، صدقوني هذا الكراتان يجي من أروع ما يكون. واللي عندها يعني في الدار ما يحبوش ياكلوا الشفلور ديروا لهم بهذه الطريقة، صدقوني ما يعرفوش كامل واش راهم ياكلوا. هذوك لي بولات يجوا طرايا ويجوا بنان بزاف. وهذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم وتجربوها وتدعونا دعوة الخير. ومع السلامة، إلى الملتقى، إلى اللقاء.